بيبدأ الفيلم في قطر بالليل مليان ركاب ماشي من لندن لتوم بريدج ويلز. الكمساري بيعلن عن المحطات الجاية في الميكروفون وبيطلب من الركاب يجهزوا التذاكر عشان يشوفها. وكان من بين الركاب دكتور اسمه لويس، واللي كان راجع بيته ومعاه ابنه الصغير ماكس. لويس كان تعبان فغلبه النوم، وماكس قاعد يلعب بألعابه. لويس صحي بسرعة واتفاجئ إنهم لسه ما اتحركوش من لندن. ماكس استغل الفرصة دي وبيقول لأبوه تعالى نلعب حجر ورق مقص. لويس وافق بس بشرط إن ماكس ينام شوية بعد كده. وأول ما بدأوا يلعبوا لويس بيجيله تليفون، ولأن العربية كانت دوشة فبيروح يتكلم في الطرقة. وهناك زميله قال له إن في حادثة كبيرة حصلت، وإن في مرضى كتير رايحين المستشفى وإنهم محتاجين مساعدته. وأثناء المكالمة لويس لاحظ واحدة شكلها طيبة وكانت اسمها سارة، وشغالة منظمة حفلات، وكانت بتتكلم مع ماكس وهو بيلعب. لكن ماكس بالغلط كب القهوة على الجاكيت بتاعها. فبيرجع لويس للعربية وبيعتذر لسارة على الجاكيت اللي باظ، وبيعرض عليها ينظفه على حسابه. فسارة بتهزر وبتقول له يجيب لها جاكيت جديد كتعويض يعني. وبعدين بتضحك وبتقول له إن الموضوع مش مستاهل، علشان يومها كان صعب أصلا من الصبح. بعدها لويس وسارة بيفضلوا يتكلموا شوية مع بعض، وماكس بيوري سارة الرسومات بتاعته، فبتقول له إنه شاطر في الرسم. بعدها صاحبتها بتكلمها فسارة بتنشغل في المكالمة. في الوقت ده لويس كان قاعد يقرا جورنان استلفه من حد من الركاب. وفي نفس الوقت ده ماكس بيلاحظ راكب اسمه يانكوفسكي بيعمل خدعة سحرية بسيجارة بتختفي بعد كام ثانية. وبيخاف ماكس من تعبير وش يانكوفسكي وبيبص لأبوه. وساعتها الكمساري بيفتش على التذاكر وبيلاحظ السيجارة اللي في إيد يانكوفسكي وبيطلب منه يرميها. لكن بتقوم منهم خناقة والركاب كانوا قاعدين يتفرجوا عليهم. وفي الآخر يانكوفسكي بيرمي السيجارة بره العربية وبيعترف إنه مسافر من غير تذكرة. في الوقت ده ماكس كان بيلعب باللعبة بتاعته جنب باب الكرسي، فبيحذروا أبوه إن ده خطر، لكن ماكس ما سمعش الكلام. وفجأة الباب بيتفتح بسرعة، ولحسن الحظ لويس قدر يمسك ابنه في آخر لحظة قبل ما يقع. لويس اتخض وزعق لماكس وخد منه لعبته، وقال له يقعد ثابت من غير ما يتحرك. وبعد ما هدي شوية لويس بيقول لماكس إن طريقة لعبه كانت خطر جدا، وبيطلب منه يخلي باله. في اللحظة دي الكمساري بيفتش على التذاكر وبيقول إن ماكس يقعد في مكانه أحسن علشان ما يتعورش. لكن سارة بتتدخل وبتقول إن المفروض الأبواب يبقى عليها أقفال أوتوماتيك. الكمساري بيسأل إذا كانت سارة تبقى أم ماكس، لكن ماكس بيقول له إن أمه مش عايشة. وفي الوقت ده القطر بيكمل رحلته، وعدد الركاب في العربيات بدأ يقل. وعند واحدة من المحطات لويس بيلاحظ راجل غريب لابس خوذة بينزل من قطر، لكنه بيرجع بسرعة وبيدخل للطرقة. لويس وماكس غلبهم النوم شوية، وفي الوقت ده حد بيهاجم الكمساري. وفي المحطة اللي بعدها بيصحى لويس وبيلاحظ إنهم بقوا الوحيدين في عربيتهم، وبيقعد يدردش شوية مع سارة. وبيشتكي لويس لسارة من شغله اللي ما بيقدروش فيه تعبه ومجهوده. فبتقول له سارة إن البقعة على الجاكيت غالبا مش هتروح، وإنها جاهزة تقبل عرضه إنه ينظف الجاكيت على حسابه. واضح إنها بتقول له كده حجة علشان تدي لويس رقم تليفونها. وبعدين بتقترح إنه يريح شوية، وبتوعده إنها تصحيه قبل المحطة بتاعته، وبتلبس السماعات عشان تسمع مزيكا. بعدها بشوية لويس بيصحى مفزوع من النوم لما القطر وقف فجأة، وبيبص من الشباك وبيشوف راجل لابس جاكيت فوسفوري وفي واحد مصاب على القضبان. وأول ما القطر بدأ يتحرك تاني لويس قال لسارة إنه هيرجع حالا، ومشي يدور على الكمساري علشان يبلغ عن الحادثة الغريبة دي. وفي الطرقة بيقابل يانكوفسكي اللي كان مسافر من غير تذكرة، وبيروح ينادي على الكمساري من ورا الباب، لكن محدش بيرد عليه. فبيخرج من الكابينة راكب اسمه بيكر وبيسأله إيه اللي بيحصل. فبيقول له لويس وهو قلقان إن في شخص مصاب على القضبان ممكن يكون القطر خبطه، وإنه بيحاول يبلغ الكمساري. لكن بيتر بيقول له ما تقلقش وبيقترح عليه يتصل بالإسعاف. وفعلا لويس بيعمل كده، وبعدين بيرجع لسارة وماكس اللي كانوا لسه بيلعبوا. بعدها بيقربوا على محطتهم وبيجهزوا نفسهم للنزول. لويس قرر يروح يسأل حد تاني إذا كان شاف الكمساري أو مفتش التذاكر، لكن واحدة اسمها لين بتقول له إنها ما شافتش حد. وهم بيستعدوا يودعوا بعض فجأة القطر ما بيوقفش، فبيسيب لويس ماكس وسارة مع لين في الكابينة، وبيروح يدور على الكمساري. وهو في الطريق بيتصل بزميله وبيبلغه إنه مش هيوصل في ميعاده. بعدين بيدخل كابينة الكمساري وبيستخدم نظام الاتصال الداخلي عشان يكلم الكمساري، وبيقول له إنهم فوتوا محطة، وبيقول له كمان عن الراجل اللي كان واقع على القضبان. لكن الكمساري ما كانش فارق معاه، وكل اللي بيقوله هو في كام راكب لسه موجود في العربيات. لويس رد وقال إن في 6 ركاب، وبعدها المكالمة اتقطعت فجأة. وهو بيفتش في حاجات الكمساري بيلاقي مفتاح، فبيحاول يفتح باب القطر الخلفي لكنه ما بيفتحش. فبيشوفوا بيتر وبيحذروا إنه هيتصل بالشرطة لو فضل يعمل مشاكل. فبيقول له لويس وهو متضايق إن السواق فوت محطة.
في اللحظة دي بيقطعهم صوت زمارة عالية، فبيرجع لويس للعربية وبيمد إيده ناحية فرامل الطوارئ. فبيحاول بيتر يمنعه لكن لويس بيزقه. وقتها بيتر بيلاقي إن القطر فعلا فوت محطة تانية، فبيحاول يشغل فرامل طوارئ تانية لكن ولا واحدة بتشتغل، والقطر بقى بيسرع أكتر من الأول. ولما فهموا إن في حاجة غلط، لويس وبيتر بيحاولوا يسحبوا فرامل طوارئ تانية لكن برضه ما اشتغلتش. وفي الوقت ده يانكوفسكي جه وانضم ليهم وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. لويس فهم ان الفرامل ما فيهاش ضغط، وشك ان الراجل اللي كان لابس الجاكيت البرتقاني اللي شافه قبل كده ممكن يكون لعب فيها. فجأة بيتر لاحظ ان يانكوفسكي لابس جاكيت نفس اللون تحت البلطو بتاعه. يانكوفسكي شرح انه شغال عامل نظافة في مترو لندن، واكد انه منزلش من القطر ولا لمس الفرامل. ورد على اتهامهم وقال انه ممكن يكون نفس الشخص اللي سايق القطر بدل الكمساري هو اللي فرغ ضغط الفرامل. فاتصدموا الرجاله من الاحتمال ده، فبيقرر بيتر يتصل بشرطه النقل. لويس افتكر ان القطر ده بيشتغل في الاتجاهين، وده معناه انه ممكن يكون في جرار شغال والفرامل بتاعته في اخر القطر. فبيحاول يفتح باب القطر الخلفي تاني لكن المفاتيح ما ركبتش. فبيفضلوا يبصوا لبعض باستغراب، ومستغربين هو ليه ما بيروحش للكمساري على طول. بعدها بيتر بيقول لهم ما يلمسوش الباب علشان الشرطة ما تحققش معاهم. لكن يانكوفسكي طنشه وشد الباب بإيده، والمفاجأة إنه ما كانش مقفول. فبيتحرك الركاب ناحية كابينة الكمساري الفاضية في آخر القطر، والقطر بيجري بسرعة وهو بيعدي المحطة النهائية. لويس حاول يدور على الفرامل لكنه بالغلط بيشغل الزمارة، فالشخص اللي سايق القطر عرف مكانه. فبيجربوا كل المقابض لكن بيكتشفوا إنهم مش قادرين يوقفوا القطر. فبيقول لهم بيتر إن الشرطة أكيد هتفصل الكهرباء عن القضبان، لكن لويس بيقول له إن القطر شغال بالديزل وإنه مش سهل يقف. بعدها بيلاحظوا فرامل يدوية على شكل عجلة وفعلا بتطلع شغالة، وبيبدأ سرعة القطر تقل تدريجيا من 70 ل 50 ميل في الساعة وسط صوت صرير فظيع وشرر، والركاب بيحسوا بالراحة بعد ما نجحوا. لكن الشخص اللي سايق القطر بيدوس على دواسة البنزين وبيرفع السرعة ل 100 ميل في الساعة، والتسارع المفاجئ ده بيعمل حريق. فبيحاول بيتر مرة تانية يمنع لويس ويانكوفسكي، وقال إن اللي بيعملوه ده غير قانوني، لكنهم ردوا عليه ببوكس في وشه. بعدها بيلفوا العجلة وبيمنعوا الشرر إنه يولع في القطر. بعدها بيرجعوا للطرقة وبيبتدوا يعالجوا إصابات بيتر ولين. لكن فجأة بيفتكروا إنهم قربوا على مزلقان بيفتح وبيقفل يدوي، ولو الشرطة ما لحقتهمش القطر ممكن يخبط في عربية ويتقلب. بيتر فضل يتصل بالشرطة كذا مرة وهو مستني مساعدتهم، وماكس بيحس إن في حاجة غلط. فلويس بيشرح له العطل وقال له إن القطر بيجري بسرعة ناحية المزلقان، وكل الركاب بقوا بيدعوا يحصل معجزة، لكن المعجزة ما حصلتش، والقطر بيخبط في عربية بأقصى سرعة وبيكمل في طريقه عادي، والشرطة بتوصل متأخر وما بتعرفش تعمل حاجة. بعد التصادم لين حست إنها تعبانة، ولويس اكتشف إنها عندها أزمة قلبية وحاول يعمل لها إنعاش حوالي 10 دقايق، لكن للأسف ما قدرش ينقذها. وفي الآخر الركاب أقنعوا لويس يسيب مكانه ويروح للمهندس في محاولة إنه يفتح الباب تاني. لويس ويانكوفسكي حاولوا بقوة يكسروا أول باب من أبرام الكابينة باستخدام طفاية الحريق والفاس، لكن ما نجحوش. وفي الآخر لويس بيقدر يكسر الإزاز بتاع الباب الأول، ولما طلع للطرقة بيتصدم لما لقى مفتش التذاكر ميت مخنوق. لويس نادى على السواق علشان يفتح الباب ويوقف القطر، لكنه ما بيردش عليه. فبيبص من الإزاز المتوسخ وبيشوف خوذة جوه الكابينة، ودي كانت نفس الخوذة اللي كان لابسها الشخص الغريب اللي نزل قبل كده من القطر وأخد مكان السواق. فبيحاول لويس يكلمه وبيقول له إن ابنه الصغير راكب معاهم، لكن الغريبة إن محدش رد عليه. فبيغضب لويس جدا وفضل يضرب الإزاز بطفاية الحريق والفاس، لكن الإزاز طلع قوي جدا. وفي الوقت ده السواق فضل يزمر بالزمارة وكأنه بيطلب من لويس يبطل يحاول يدخل الكابينة. وقتها يانكوفسكي بيقترح إنهم يهدوا ويفكروا في حل تاني ممكن يعملوه. الركاب بيرجعوا للكابينة وبيتر بيقول لهم إن الشرطة بلغته إن الراجل اللي كان على القضبان كان السواق الحقيقي، لكن لويس أصر إنه شاف الراجل الغريب ده جوه القطر، وإنه هو رايح ناحية جسر لندن غالبا خنق الكمساري وشغل فرامل الطوارئ وبعدين فرغ ضغط الفرامل قبل ما يركب كابينة السواق. فجأة بيتر بيفتكر حادثة الشبه دي حصلت من 30 سنة لما قطر وصل للمحطة وبدل ما يبطأ خبط في حاجز النهاية، والسواق ومعاه 40 راكب ماتوا كلهم. وانتشرت إشاعات إن السواق هو اللي عمل الحادثة عن عمد، وكان واضح إن الراجل اللي لابس الخوذة ناوي ينهي حياته بنفس الطريقة. بعد شوية سارة بتلاقي كتالوج للقطر فبتحاول تقراه على أمل إنها تلاقي فيه معلومات مفيدة، وكان فاضل قدامهم 20 دقيقة بس لحد نهاية الخط. فبيتضايق يانكوفسكي وبيقترح يولعوا نار جنب كابينة السواق عشان يجبروه يطلع، لكن بيتر بيحذر إن ده ممكن يخلي القطر يتقلب،
وبيفكرهم بحادثة تانية اتكسرت فيها تنكات الديزل وكل الركاب ماتوا في الحريقة اللي حصلت. لكن سارة قطعت كلامه بمعلومة عن الوصلة اللي بتربط العربيات ببعض، لكن يانكوفسكي واللي كان أصلا مهندس بيشرح لهم إزاي الوصلات دي بتشتغل. فبيحاول هو وسارة يفصلوا العربيات عن بعض بتشغيل الفرامل اليدوية الخلفية، وفعلا القطر بيقف والباقيين بيشجعوهم. بس للأسف الوصلة موجودة في مكان صعب الوصول ليها، وده خلى يانكوفسكي يفكر يخرج بره علشان يحاول يفصلها. لكن بيتر بيقترح يستنوا لحد ما يوصلوا للمنحنى لأن القطر هيبطأ طبيعي بسبب سوء الحالة للقضبان. لكن يانكوفسكي بيعترض وبيقول لهم ممكن السواق ما يبطأش من نفسه، لكن بيتر بيقول له إن كده القطر ممكن يتقلب، وإن لو السواق ناوي يخلص الموضوع فالانقلاب هنا مش هيكون بنفس الدراما زي إنه يخبط في المحطة عند نهاية الخط وخلاص، ده هيكون أسوأ. وفعلا يانكوفسكي بيوافق بيتر على كلامه وبيقترح عليهم يشربوا حاجة قبل ما يوصلوا للمنحنى. بعدها يانكوفسكي بيعمل خدعة السيجارة بتاعته تاني وبيستعد لمهمته. وأخيرا يانكوفسكي بيخرج، ولكن الهواء كان بارد جدا وكان هيموته، وبيقدر يوصل للوصلة لكن بيواجه صعوبة في فصلها. وقتها لويس كان بيبص من شباك الكابينة، ولما شافه هيقع بيفتح له الباب وبيمد له إيده، لكن يانكوفسكي قدر يمسك إيده. وفي نفس اللحظة سارة بتصرخ وبتقول لهم إنهم قربوا على نفق، وفي اللحظة الأخيرة لويس بيشد يانكوفسكي جوه القطر قبل ما يدخلوا النفق، لكن يانكوفسكي بيفوق بس دراعه كان مخلوع. وفجأة القطر بيقف في نص النفق، واتضح إن الشرطة استخدمت أكياس الرمل عشان توقف القطر، لكن جالهم إحباط لما اكتشفوا إن النفق مسار واحد والباب ما بيفتحش للآخر. لويس كان فاكر إن ابنه ماكس ممكن يعدي من الفتحة، لكن ماكس كان بيعيط وبيتوسل لأبوه إنه ما ينزلش لوحده في النفق. وبالرغم من إصرار لويس على نزول ماكس، المشكلة برضه ما اتحلتش غير لما القطر بدأ يتحرك تاني وكان فاضل 10 دقايق بس على نهاية الخط. بس يانكوفسكي بيقترح إنهم يفجروا الوصلة، لكن ما كانش معاهم متفجرات. ساعتها لويس جاله فكرة وبيحط طفاية الحريق وسط الشنط في العربيات وبيولع فيها على أمل إنها تنفجر، والركاب مستخبين ورا الكراسي وكلهم على أمل إن الخطة تنجح. وفعلا الانفجار حصل، لكن الوصلة كانت لسه موجودة والمكان كله بقى مولع نار. بس لويس شاف إنهم دلوقتي يقدروا يوصلوا للوصلة من جوه، فبيحاول يفصل العربيات بإيده، لكن الوصلة كانت سخنة جدا. فبيساعدوا بيتر وبيقدروا يفصلوا العربية، لكن بيتر بيفقد توازنه وبيقع في الفتحة على القضبان. فبيجري يانكوفسكي وسارة على الفرامل اليدوية وبيحاولوا يبطئوا القطر، ووقتها لويس كان لسه في العربية المولعة بسبب تسريب الوقود. وقبل ما يحصل انفجار قوي لويس بينط في الناحية التانية من القطر، وغالبا الراجل الغريب اللي خد مكان السواق ما نجاش من الانفجار، ويانكوفسكي وسارة قدروا يوقفوا القطر. بس لويس كان فقد وعيه، وبعد شوية فاق وبيلاقي سارة شايلاه، وفضل يبص حواليه وبيشوف القطر وهو مولع وطيارات الشرطة في السماء. فبتقول له سارة إنها كلمت الإسعاف، وبتهزر معاه وبتقول له أخيرا هتوديني المستشفى. وبيحتفل الركاب إنهم لسه عايشين، لكن شخصية السواق الغامض فضلت لغز محدش يعرفه لحد النهاردة. بس كده صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.